عمرك شفت حد بيبيع حاجه بسيطه جدا وبيبيع منها كتير وبيتغني منها، وحد تاني بيبيع حاجه ثمينه جدا وشكلها حلو بس ما بيبيعش منها كتير؟ طب انت عارف ايه الفرق بينهم؟ لا، هو مش حظ، هي مهاره البيع. وعلى عكس ما الناس فاكره، مهاره البيع دي مش ان انت تتكلم كتير وتقعد تقنع العميل قد ايه خدمتك جامده. البياع الشاطر هو اقل بياع بيتكلم واكتر بياع بيسال، وده على عكس تماما اللي كان بيحصل زمان السيلز مان او رجال المبيعات لما كانوا بيبيعوا خدمه او بيبيعوا اسهم في شركه او حاجه، كانوا بيخبطوا على بيبان كل بيت ويقعد يتكلم من العميل يقنعه قد ايه ان هو الحاجه دي او السهم ده ممتاز جدا ومفروض يشترك فيه او يشتريه. وكانت زمان بتنجح. بس حاليا في الزمن اللي احنا فيه ده، البياع الشاطر هو اللي بيفهم نقاط ضعف العميل وبيفهم ايه اكتر مشكله العميل بيواجهها عشان يحلها. النهارده انا هعلمك تبيع خدمتك اونلاين او تبيع اي حاجه حرفيا بخطوات بسيطه جدا. ولا انا مش هتكلم على كلاينت اكوزيشن او ازاي تجيب عميل، لان انا شرحت الكلام ده في فيديوهات فاتت، ودور عليها في القناه هتلاقيها ان شاء الله. في الفيديو ده هركز اكتر على مهاره البيع وازاي ان انت تبيع خدمتك. بس قبل ما نبدا بس خلينا نشرب بقى. اول قاعده هي ان البيع حل لمشكله. لو بتبيع حاجه ومحدش مهتم باللي انت بتبيعه ده، فده في الاغلب لان المنتج بتاعك مش بيحل مشاكلهم، او انت ما بينتش ان المنتج بتاعك ده بيحل مشاكلهم. يعني لو انت مدرب وبتبيع خدمتك، ما تقولش انا بدربك باحدث طرق علميه، لا، قول انا هخسرك 10 كيلو في شهر واحد. فانت كده بعت له النتيجه، بعت له الحلم اللي هو هيوصل له. تاني قاعده هي الزبون هو البطل مش انت. يعني ما تخشش المكالمه تقعد تتكلم وتقول قد ايه انت اكتر شخص بتفهم في مجالك وان كل منافسينك دول وحشين جدا. لا، خش المكالمه انك اول حاجه بتغذي غرور العميل زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. تاني حاجه بتبيع لهم الحلم او بتبين لهم انت تاثيرك قد ايه على حياتهم. هيفرق، مش شرط حياتهم، هو ممكن يكون البيزنس بتاعهم. فلما تيجي تبيع اي حاجه او تبيع المنتج بتاعك، ما تخشش تقول قد ايه المنتج بتاعك ده احسن منتج في السوق وبينافس المنافسين. لا، اتكلم قد ايه عن المنتج ده هيأثر في حياه الشخص ده، او هيفيد البيزنس بتاعه عن طريق ان هو هيزود له مبيعاته او هيزود له مشاهدات. بس هو طبعا مش هيفرق معاه مشاهدات. اهم حاجه عند اي بيزنس اونر بينزل فيديوهات او اي صانع محتوى هي الفلوس اللي داخله مش المشاهدات، الا بقى لو هو شخص اساسا بيتحاسب على المشاهدات زي اليوتيوب. يعني بدل ما تقول انا خبير في المونتاج وعندي خبره اكتر من 10 سنين في المجال، قول انا هساعدك تضاعف مبيعاتك في 30 يوم بس. انت كده بعت له الحلم. ثالث قاعده، واللي دي ناس كتير جدا هتختلف معايا فيها، بس للاسف دي الحقيقه، الناس ما بتحبش الحقائق، الناس بتحب القصص. يعني اقوى بياعين في العالم ما بيقولوش الحقائق بتاعت المنتج بتاعهم، لا، بيقولوا القصه اللي ورا المنتج ده. يعني لو انت متابع شارك تانكس كان في مصر او بره مصر، هتلاقي ان دايما احسن بيتشز او احسن عروض من الاشخاص للمستثمرين هي العروض اللي هم بيحكوا فيها قصه، اللي بيكون ورا المنتج بتاعهم او ورا الشركه بتاعتهم قصه. فلو بتبيع منتج معين، بيع التستمونيال، بيع النتيجه اللي شخص قبل كده جرب من المنتج بتاعك ووصل لها. يعني على سبيل المثال، لو انت مونتير، بدل ما تنزل فيديوهات تقول فيها انك قد ايه عندك احسن سكيلز ومفيش حد في السوق بيقدر يعمل فيديوهاتك، احكي قصه عميل من العملاء اللي اشتغلوا معاك وقدرت تعمل ترانسفورميشن للمشاهدات بتاعتهم وتزود لهم مبيعاتهم خلال 30 يوم بس، او خلال المده اللي انت عملتها معاه. فحتى لو المنتج بتاعك مش ملموس، لو هو ديجيتال برودكت، لو انت بتبيع حاجه معينه، هو قدام الناس هو بقت حاجه ملموسه في مخهم، لان بقوا رابطين دايما المنتج ده بالقصه دي. رابع قاعده، وهي معتمده اكتر على علم النفس، وهي ندره الخدمه بتاعتك. كان على سبيل المثال، خلينا نفكر كده، لو الالماس كان متوفر لكل الناس واي بيت فيه الماس، تفتكر كان هيبقى الالماس اللي المتعارف عليه دلوقتي اللي الناس بتديله قيمه واللي سعره غالي جدا؟ ما اعتقدش، لا، لان هو كان نادر. وكل لما العرض يقل فالطلب بيزيد، ودي بقى لعبه العرض والطلب اللي هي البرودكت اند ديماند. يعني كل ما منتجك يكون فيه عرض كتير، منتجك متوفر كتير، قيمته هتبقى قليله، فبالتالي مش هتعرف انك تبيع الخدمه بتاعتك بشكل كويس. مثلا بدل ما تقول للعميل انا عامل لحضرتك اوفر كويس لمده 3 شهور وفي خصم، لا، انت كده بتقلل من قيمتك. فقول بدلها انا متوفر بالظبط معايا مكانين بالظبط لعملاء يشتغلوا معايا، لان انا الكاباسيتي بتاعتي قليله، ما بشتغلش مع كل العملاء عشان اقدر اديهم اقصى ما عندي. هو كده هيعرف ان انت بتقدر الشخص جدا وبتخلي كل وقتك وكل تركيزك معاه. بريك سريع بس نشرب قهوه. البشر في الفطره بتاعتهم عندهم حاجه اسمها الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، او الناس بتخاف ان هي يضيع عليهم الفرص. فانت طول ما انت حاطط له ان الفرصه دي ممكن تضيع عليه لو فضل يصبر او قاعد يفكر كتير قوي عقبال ما ياخد القرار، هو هياخد القرار بسرعه جدا. واهم حاجه حرفيا بتخلي الناس العملاء ما يكملوش معاهم هي السؤال ده، والمفروض تساله في الميتنج بعد ما تتاكد ان العميل خلاص اقتنع وهيدفع لك، وهو ليه حضرتك اخترت تشتغل معايا، او ليه حضرتك وافقت بالخدمه دي. فانت كده بتخليه انه يقنع نفسه بنفسه قد ايه ان هو مبسوط انه اشتغل معاك. لان هو لو قال انا موافق اشتغل معاك وخلاص عشان خاطر هو اتوتر في الميتنج او ايا كان اللي حصل،
انت كسبت البيعه بس خسرت العميل، لان انت بالظبط فتره قليله جدا وهتلاقي نفسك خسرت العميل ده ومش هيكمل شغل معاك. ودي حاجه اغلب الفيديو ايديتورز بيمروا بيها. فالخلاصه هي مش اهم حاجه انك تبيع الخدمه، اهم حاجه انك تحل المشكله للعميل ده. فتاكد هل انت تقدر تحل المشكله للعميل ده ولا انت بتجرب كده عشان عايز تبيع. لان لو هدفك الاساسي انك بس تقعد تبيع وخلاص ومش هدفك انك تكمل شغل والشغل بتاعك يستمر، فصدقني انت مش هتكمل كتير في المجال. وصدقني العميل مش فارق معاه الخدمه دي، كان مونتاج، كان من ديزاينز، كان صور بتصوره له، هو فارق مع النتيجه. فدايما فكر كده مكان العميل، لو انت مكانه ايه الحاجه اللي هتوافق بيها، لو انت مكانه ايه الحاجه اللي هتقتنع بيها وتبقى عايز تدفع فلوسك عليها لاكبر فتره ممكنه. والحاجه الاخيره اللي هي ايه الشخص اللي انت لو مكان العميل هتبقى حابب تتعامل معاه. يعني انت فكر كده، لو انت مكان العميل هتبقى حابب تتعامل مع نفسك ولا انت حاسس ان هيبقى الطريقه مش الطف حاجه. فخد بالك من النقطه دي، انك حتى في التعامل فكر من وجهه نظر العميل مش من وجهه نظرك انت. يعني انت ممكن كلام انت تقوله تبقى فاكر ان هو عادي يتقال، بس لما تيجي تفكر بوجهه نظر العميل تقول لا انا الطريقه دي ما كانتش افضل حاجه. فخد بالك من النقطه دي. وبكده اكون قلت لك اكتر اسرار رجال المبيعات بيخبوها من الناس العاديين عشان خاطر يقدروا يبيعوا خدماتهم. فاتمنى يكون الفيديو فاتكم. ما تنسوش تعملوا لنا فولو على انستجرام واعملوا سبسكرايب على القناه عشان في فيديوهات قويه نازله قريب جدا. زي مثلا في فيديو نازل قريب جدا عن ازاي انك تتدرب على السيلز مع الاي اي، ودي من احد الحاجات اللي بتكون موجوده للناس اللي في البوت كامب، بس ان هم يكونوا عارفين كل ابديتس بتنزل في المجال وازاي يتدربوا على الحاجات والاي اي تولز اللي بتنزل كل فتره. قولوا لي في الكومنتات ايه الفيديوهات الجديده اللي انتوا عايزينها، واشوفكم الفيديو الجاي.